بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نادي الأهلي ولقاؤه الهام والمصيري أمام صن داونز يوم السبت القادم الساعة 3 العصر. مباراة هامة جدا ومصيرية وعنق زجاجة ومفصلية في الموسم. مباراة في الموسم، يعني المباراة الأولى. صن داونز امبارح كان بيلاعب كايزر تشيفز بالمناسبة في قبل نهائي كأس جنوب أفريقيا واتغلب 2-1. يعني سهلة اهي، سهلة، مش فرقة مرعبة. أنا قلت لك صن داونز السنة دي مش هو صن داونز بتاع كل سنة، لا، في هزة السنة دي. لكن يبقى لقاء صن داونز في جنوب أفريقيا بيبقى لقاء صعب. ماتش بيكون الساعة 3، الرطوبة، الأجواء، الحرارة، العوامل دي كلها بتأثر على اللاعب المصري. لكن اللاعب الجنوب أفريقي متعود على الأجواء دي. فمباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت القادم مباراة مصيرية للأهلي في الموسم. طيب الأول كده صلي بينا على النبي، ثم اللايك، ثم الاشتراك في القناة. يعني نتمنى الموضوع مش هياخد منك ثانية يعني. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. الأهلي عنده مباراة بعد بكرة. النهارده الاثنين، ده عنده ماتش بكرة، مش بعد بكرة، بكرة الثلاث، أمام في كأس الرابطة. مش عارف هيلعبوا مين، والله ما انا عارف هيلعبوا مين، نسيت. طلائع الجيش، يعني هفتكر وبقول لكم. يعني هو كان على بالي والله الفريق، بس اللي اعرفه ان الاهلي هيلعب بكره في كاس الرابطه. بس هو ماتش للنسيان برضه، لان خد بالك الاهلي اصلا اعتبره خرج من كاس عاصمه مصر ومش مركز فيها، بيلعب بالبودلة وبالناشئين والكلام ده. فالاهلي اصلا مش مركز، يعني انا حتى نسيت الفرقه وهو هيلعب بكره الاهلي. فاصلا هو ماتش مش مهم للجمهور الاهلي. هو الراجل بقى يجرب ينزل ناشئين بقى، يشوف الدنيا فيها ايه، يطمن على علي معلول، لان علي معلول لغز. انا يعني الاهلي دلوقتي عنده الباكين ليفت اصيبوا، يحيى عطية الله وكريم الدبيس. فعلي معلول لغز، الراجل مش عايزه. النادي الاهلي والمجلس الاداره اللي مش عايزه ولا ايه؟ هل اللاعب مش جاهز؟ معرفش. لغز. فبكره الاهلي هيلعب في كاس عاصمه مصر، وبعد الماتش تقريبا الاهلي يتدرب تدريبه وبعد كده يسافر لجنوب افريقيا. لان ماتش الاهلي وصن داونز ده المهم بقى يوم السبت القادم الساعه 3 الثالثة عصر، الساعه الثالثة عصر. طيب، كولر، كولر ومصير كولر. كل جماهير الاهلي تريد رحيل كولر. انا قلت لك لو عملت استفتاء بين جمهور الاهلي هتلاقي 99% و9 مع رحيل كولر والتعاقد مع مدير فني جديد. هنا بقى ابراهيم فايق، سيف زاهر، ابراهيم عبد الجواد، شوبير، مهيب، امير هشام، كل الناس اتكلمت في موضوع المدرب. واللي يقول ان الاهلي هيرجع او هيأجل موضوع التعاقد مع مدير فني جديد لما بعد مباراتي صن داونز، لان صن داونز الجمعه الجايه، السبت اللي جاي، وبعده باسبوع ماتش العوده في القاهره. وفي اعلاميين زي ابراهيم فايق وناس تانية يقول لك والله لو الاهلي مني بهزيمه ثقيله يوم السبت القادم. انت فاكر ان الاهلي خسر؟ خد بالك خسر 5 مرتين من صن داونز. فقال لك لو النتيجه دي اتكررت تاني كولر هيمشي فورا. يعني مش هيجي من جنوب افريقيا، هيروح من جنوب افريقيا على سويسرا. دي في حاله ان الاهلي مني بهزيمه ثقيله يوم السبت القادم امام صن داونز.
كولر هيروح رسمي من جنوب افريقيا على سويسرا. انما لو القصة الماتش طلع 1-0 لصالح صن داونز او 1-1 للاهلي، يعني تعادل ايجابي 1-1، او الاهلي فاز 1-0، خلاص الراجل مكمل. فالحالة الوحيدة اللي كولر يمشي بيها بعد ماتش صن داونز القادم هي ان الاهلي يتهزم هزيمة ثقيلة 3-4-5. ساعتها الاهلي على طول فورا، مش هيستنى الماتش القادم، مش هيستنى الماتش العودة، هيمشيه. ففي هنا انقسام، وفي ناس تقول بعد مباراتي صن داونز نبدأ نمشي كولر، في ناس تقول لا دلوقتي. فالإدارة خلاص بنسبة 1,000,000% كولر هيقود الأهلي ماتش صن داونز القادم. البديل جاهز، اتصالات شغالة مع بديل كولر. أيوة، في مدرب ألماني اتجهوا للمدرسة الألمانية، في المدرسة البرتغالية في كلام على جوزيه جوميز، في كلام على فايلر، في كلام على كيروش. بالأسماء اهو، بالأسماء بنقول لك بالاسم. فموضوع كولر موضوع محير في الأهلي. طيب، ده واحد، وقلنا الموضوع كولر بالكامل. طيب، عندنا موضوع آخر، زيزو. الناس كلها، انا قلت لك امبارح الكلام ده، والاعلام وابراهيم فايق وشوبير وسيف، كل الاعلاميين الرياضيين طلعوا قالوا نفس الكلام اللي قلته بفضل الله. قلت لك قصه زيزو انتهت مع الاهلي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيب. زيزو لاعبا في الاهلي، انت بتتكلم في ايه يا سيدي انت وهو؟ زيزو لاعبا في الاهلي، خلاص قصته خلصت. انما الزملكاويه يطلعوا سكريبتات كده ويقول لك ده زيزو راجع، ده زيزو هيجي، ده زيزو ندمان، ده زيزو بيعيط، ده زيزو مش عارف ايه. ده كله كلام هجص. زيزو لاعبا في النادي الاهلي، خلصت. ناصر ماهر واحمد محمود. احمد محمود منزل، اللي هو لاعب اسمه احمد محمود بيلعب في الزمالك باك رايت، كان المفروض يلعب امبارح لان عمر جابر مصاب، لكن بسيرو فضل عليه محمد شحاته اللي هو لاعب الوسط وحطه في الباك رايت امام حرس الحدود. ف الواد نزل تويتايه وقال لك، نزل كلام انجليزي وقال لك سخر من الزمالك، بيتريق على الزمالك، وقال لك المكان اللي ما اوعى المكان اللي ما يهتمش بيك حافظ عليك اوعى تكمل فيه هتنطفي ومش عارف ايه. فاحمد محمود وناصر ماهر شكلهم هياخدوا استمارة 6 قريب من الزمالك. ناصر ماهر اللي كان يقول لك ده بديل زيزو والأندية فيها نجوم لكن الزمالك عنده أساطير ومش عارف ايه ناصر ماهر عايز يعدل عقده وعايز ياخد 40 مليون و50 مليون، فالإدارة مش راضي. فناصر ماهر والإدارة بينهم ما صنع الحداد دلوقتي، وانتهت بتوقيع عقوبة على ناصر ماهر بخصم 25% من عقده وإيقاف اللاعب. ففي حكايات وروايات في ناصر ماهر واحمد محمود وعبد الله السعيد. قال لهم تدوني 50 مليون ومنحة تعاقد 20 مليون هجدد، مش هتدوني عندي سيراميكا جايلي عرض ضخم، عندي نادي المصري البورسعيدي كامل ابو علي جايب لي عرض ضخم، عندي في ليبيا الدوري الليبي الاتحاد الليبي جايب لي عرض ضخم جدا. فمعاكوا فترة لنهاية الموسم، شهر كمان، لبيتوا طلبي هجدد 50 مليون في الموسم ومنحة تعاقد 20 مليون. فدي طلبات 50 مليون في الموسم و20 مليون منحة تعاقد، يعني انت بتتكلم لو عبد الله السعيد جدد موسمين يعني ياخد من الزمالك حوالي 120 مليون في موسمين. قال لبيتوا طلباتها هجدد، ما لبيتوش انا ماشي.
فصدمات تتوالى في الزمالك بعد رحيل زيزو. يعني الشيكات المفتوحة بقى والمقفولة بتاعت ميدو والكلام الهجص ده كله طلع هجص. ده مش عارفين يجددوا اللعيبة، مش عارفين يحافظوا على اللعيبة بتاعتهم. وعبد الله السعيد لا لعيب كبير تقيل. طيب النادي الاهلي والصفقات، اتكلمنا عن موضوع كولر، اتكلمنا يحيى عطية الله في مفاجأة. الاهلي لن يفعل بند الشراء في يحيى عطية الله. يحيى عطية الله باي باي نهاية الموسم، والاهلي يتعاقد مع ظهير ايسر جديد. مفاجأة، ده مفاجأة ومفاجأة ومفاجأة. ظهير ايسر الاهلي الجديد او بديل يحيى عطية الله في الاهلي من قلب الزمالك. في نجمين وفي اسمين، فتوح وبنتيج. بنتيج هتقول لي يا عم ده جدد تعاقده والزمالك فعل بند الشراء. فتوح شوف اختار، هسيبك الفيديو ده تقول حذر فزر الفيديو القادم. لكن بديل يحيى عطية الله المتأكد منه 100%، يحيى عطية الله لن يفعل بند الشراء فيه، وسيرحل على النادي الأهلي نهاية الموسم بسبب كثرة إصاباته، عدم اقتناع مجلس إدارة الأهلي بيحيى عطية الله. حتى الناس كلها مش مقتنعة بيحيى عطية الله. أنا قلت لك، لكن علي معلول، كريم الدبيس، يعني كده الأهلي محتاج ظهير أيسر في أسرع وقت. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.